ابو شمامه، مرور بمهاره عاليه قوي من مصطفى شمامه، ويبدا الهجمه المرتده الاماميه عند نانا بوكو، لكن ده اللي بنتكلم عنه. لكن خارج حارس المرمى، خروج خاطئ، خطيره ريكو ممكن، خطيره جدا، يا سلام على الهدف، جوه جول، هدف عالمي من صلاح ريكو. لكن الخطأ هنا فين؟ علي لطفي عامل لقاء اكتر من رائع، لكن غلطة الشاطر بألف يا علي، غلط غلطة الحقيقة يعني ما يغلطهاش حارس من الحراس الناشئين. يكلمكم بقى عن الحاجات دي كابتننا الكبير الكابتن عصام عبد المنعم في الاستوديو التحليلي، خرج بشكل متسرع جدا. ادي اللعبة وادي الاعادة، وصلاح ريكو حاططها ايه؟ بالمقاس صلاح ريكو سجل في لقاء الذهاب، وها هو صلاح ريكو بيسجل في لقاء العودة هدف التعادل لنادي اتحاد الشرطة. ادي طالع علي لطفي، سرح بقى ما تفهموش ولا ايه علي لطفي في اللعبة اللي فاتت، لكن صلاح ريكو رد عليه وقال له اوعى يا علي تسرح معايا، وحطها على طول عشان تبقى هدف التعادل. ادي لكن الهجمة بأمانة شديدة جدا من بدايتها من عند مصطفى شمامة، كان مر بمهارة عالية مصطفى شمامة في اللعبة اللي فاتت. ادي اعادة لانه هدف رائع، هدف مش هنكون بنبالغ لو قلنا لحضراتكم انه هدف بمواصفات عالمية. عموما النتيجة تصبح 1 انبي 1 اتحاد الشرطة. هنتابع مع حضراتكم. ادي علي لطفي معانا مخرج اللقاء هشام عبد الودود على طول. انه خطأ يعني يكلف فرقته كتير، خطأ مكلف فرقته 3 بونت. ما هي المشكلة كمان بقى دلوقتي بالنسبة لإنبي